السلام عليكم يا أحلى متابعين، يا رب تكونوا بخير. تعالوا بينا كده النهاردة هنعمل مع بعض الكحك الملكي الدايب. كمان هنعمله محمص وبالسمن الساخن اللي هتشوفوه كده معايا. ما شاء الله عليه، جميل جدا وهش وخفيف، شايفينه بيدوب ازاي. وهقول لك تحطي قد سمنة لو انت عايزة الكحك ناعم جدا، ولا هقول لك كمان لو انت عايزاه ناعم وسط هتحطي سمنة قد. النهارده طبعا هشتغل انا على كيلو دقيق. يا جماعة الدقيق اللي أنا مستخدماه ده مش دقيق فاخر، ده دقيق من نوعين، اللي هو بتاع التومين والقمح. تمام، يعني أنا عاملاه بالدقيق الموجود عندي في البيت، ما جبتش يعني معايا دقيق فاخر. حاجة هنا يا حبايبي على السمنة. السمنة دي 500 جرام، كوبايتين. زي ما انتوا شايفين الكوباية ازاي مليانة. الكوباية فارغة لو وزنتيها هتلاقيها 250 جرام. هتحطي فيها سمنة 250، يعني ربع كيلو. يعني الكوباية دي هتعبيها من العلبة كده، العلبة زي ما انتوا شايفاها درجة حرارة المطبخ، الجو ساقع زي ما انتوا شايفين. انا حبيت اوريها لكم على الطبيعة من العلبة مباشرة. هتحطي كوبايتين، الكوبايتين دول 500 جرام. هنيجي هنا بقى الكيلو دقيق. حطيت معلقتين سكر بودرة، ومعلقتين من السمسم، ورشة من الملح. ادي كل مكوناتنا. كيلو دقيق، معلقتين سكر بودرة، معالق من معالق الأكل، ومعلقتين من السمسم، وعايزة تزودي كمان زودي، ورشة من الملح. قلبتهم كده وعملت حفرة في النص. طبعا السمنة أنا حطها على البوتاجاز تقدح معايا. هنا جبت كوباية إلا ربع من الحليب، ودوبت فيهم معلقة صغيرة من الخميرة الفورية. هنا جبت السمنة طبعا زي ما انتوا شايفينها مقدوحة، ونزلت بيها على الدقيق، واللي هقلب كده بمعلقة خشبية لحد معايا ما تبرد كده، يعني على كد ايدي ما تتحملها، ولا هبتدي ابس فيها بايدي. لازم طبعا تبسيها علشان الدقيق يتشرب من السمنة كلها. هنا حبايبي، لا هحط ايدي ولا هبتدي ابس. هي يعني سخنة شوية بس ايدي يعني حملاها. انتي لو حابة تستني عليها كده ولغاية ما تبرد وتبسيها بسيها، هتبقى معاكي طرية كده تمسكيها اهي، مبلولة جامد. بعد كده اللي هنزل بالحليب والخميرة. هنا طبعا انا حطيت كوباية الا ربع من الحليب، اللي هستخدم تاني ربع كوباية. يعني الحليب اللي استخدمته كوباية كاملة، ولو عايزة تستبدليه بمية هتستبدليه. هتكوريها كده او تدعكيها بيدك يا حبيبتي، وهتلاقيها ملمومة معاكي، يعني ما بتشققش. ما تزوديش المية علشان المية بتخلي الكحك ناشف. السوائل اي نوع سوائل، سواء حليب او مية، ما تزوديهش علشان ما ينشفش معاك الكحك. طبعا انا عملت الكحك دياتي عايزاه ناعم وسط. كيلو دقيق عليه 500 من السمنة. اما انت لو عايزاه ناعم جدا هتحطي كمان 50 جرام على ال 500 جرام، يعني 550 لو انت عايزة الكحك دايب. لكن انا عايزاه وسط زي ما شفتوه، مش هينشف معاكي حتى لو طول اخد فترة طويلة عندك، مش هينشف معاكي. هنا حبايبي لو انتوا بقى عايزين تحشوه اي نوع، مثلا عين جمل، عجوة، ملبن، براحتكم. انا هنا عاملاه سادة. طبعا انا هجيب الشكل بتاع الكحك دياتي اللي انتوا شفتوه اهو ده، ولا حاجة كده بالتيب بتاع بلح الشام واي تيب عندكم، وحاجة كده اعمل فجوة في النص، هيديني شكل حلو صراحة. وده اللي انا هعمل 3 اشكال، بس صراحة احلى شكل هو الشكل ديات، وكمان سهل وسريع. يعني بسيط جدا، شكله حلو وبيتعمل بسرعة. انا طبعا هكمل باقي الصينية وهرجع لكم. ادي هنا بالتيب، وهتعملي فجوة في النص هيديكي شكل حلو فعلا يعني. ده سهل وسريع كمان، وشايفين كمان يعني ما هياخدش معانا. احنا طبعا لما عجناه
ما ريحناهوش، بس رح نريحه في الصواني ساعة. بعد التشكيل رح اغطيه طبعا عشان الجو سقعة، ولا حسيبه ساعة. في الصيف حتسيبيه يعني نص ساعة. هنا حبايبي رح اعمل بالبصامة. عندي هنا بصامة بلاستيك اهي موجودة عندي. ده كمان سهل جدا، يعني يا دوبك على راحة ايدك هتكوريه وتحطيه في الصينية، وبعد كده تضغط ايه بالبصامة. ده سهل خالص. لا هعمل هنا بقى ايه بالمنقاش. هعمل شكل عشوائي، يعني مش هعمل الاشكال اللي بيعملوها ايه بتاعت اليوم مثلث ومربع والكلام ده. لا، شكل عشوائي وخلاص. اهو كمان سهل وبسيط. هنا حبايبي هخلص طبعا كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هعمل الثلاث اشكال دول بس، وبعد كده اللي هنشوف مع بعض. فعلا يعني كمية حلوة، يعني دولة حوالي اكتر من 3 كيلو، يعني كيلو الدقيق جاب اكتر من 3 كيلو. دول 72 حبة من الكحك. انا ما وزنتوش، بس صراحة يعني بالنظر كده يجيبوا اكتر من 3 كيلو. زي ما عارفين ان هو تقيل كده فبيوزن، بالاخص كمان لما تكوني حاطه له السكر. هنا طبعا الكمية كلها حبايبي اهي زي ما انتوا شايفين. لا هدخله الفرن بعد ما ريحته ساعة كده. هدخله الفرن هياخد معايا 35 دقيقة، علشان طبعا الكحك السادة غير المحشي. المحشي بيستوي بسرعة، اما بقى السادة بياخد وقته في الفرن. حطيته طبعا على درجة حرارة 170 على الرف الوسطاني، وبعد ما يعني ما خد لون من تحت ورحت شغلت عليه الشواية زي ما انتوا شايفينه كده. انت لو حباه ابيض ما تشغليش الشواية، بس انا بحبه محمص. بحب لما اكله في الشاي كده او اكله على كده احس بطعم التحميصة. وانت براحتك طبعا، وانت حبيبتي على حسب يا نوع فرنك. يعني ممكن انت ياخد معاكي ساعة الا ربع زي ما انت عارفة فرنك. يعني انا صراحة اخد معايا 35 دقيقة على حسب نوع فرنك ودرجة حرارتها. انا دخلته على 170، اخد معايا 35 دقيقة. وبعد كده شغلت الشواية، اخد معايا اللون الذهبي الحلو دياتي ده علشان انا بحبه كده. انتي لو حباه ابيض بقى مش شغليش الشواية. والله طعمه جميل. عايزاكي تجربي الكحك المحمص ده وهيعجبك وهتعتمديه، وطعمه حلو في الشاي. وبكده اكون انتهيت من الفيديو. السلام عليكم.